وماما لا عادي 20 رغيف عشان عايزين نفطر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقة النهاردة يا جماعة هنجاوب على أرخم سؤال على قلب كل ست وعلى قلب كل راجل عايش لوحده بيطبخ لنفسه وعلى قلبي أنا شخصيا. هناكل إيه النهاردة؟ النهارده جايب لكم اكتر من 120 طبق رئيسي. على فكره مش هيقدر قيمه الحلقه دي غير اللي بيتخنق وحاسس بالحيره والنفخ البسيط التافه الرخم اللي احنا بنعيشه سوا. على فكره الفيديو بسيطه، يعني ما حدش يستنى بقى هتلاقي بقى اكل جديد ولا وصفات جديده ولا طريقه الاكل خالص. هو تجميع وحصر لمعظم الاكلات البيزك اللي احنا بناكلها في حياتنا عادي. يلا بينا نبتدي الحلقه. نبتدي بالخضار. الملوخيه 4 حاجات. احنا كلنا عارفين الملوخيه يا اما تبقى خضراء يا اما تبقى ناشفه، مش مهم، بس احنا هنشوف بقى هنعملها ازاي. ممكن نعملها مره عادي ساده جدا مفيش حاجه وهتبقى جميله واخده برده البوز بتاعها على السفره عادي جدا. ممكن نعملها باللحمه او بالفراخ اهو تاني مره اهي. ممكن نعملها بالجمبري يوم وكلميني على السعاده الزوجيه. ممكن نعملها بالارانب. ادي الملوخيه 4 ايام ملوخيه اهو ماده واحده. ممكن تعمليها في الشهر 4 مرات على حسب حبك للملوخيه عادي. وادي كده خلصنا من الملوخيه. الباميه 3 يا بالصلصه عادي جدا وشويه ليمون والدنيا تبقى لوز، يا اما باللحمه بس يعني قدري الباميه لان لما بتتعمل بالضاني بتبقى موضوع، يا اما ممكن نعملها ويكا. والويكا ديت يا نهار ويكا جميله قوي مع شويه بطاطس مع شويه فلفل مقلي، ولو حته بدنجانه دخلت في النص كده العيال هيعملوا لي وماما لا عادي 20 رغيف عشان عايزين نفطر. حاجات كده يعني. الفاصوليا ممكن نعملها بطريقتين. اساسا الفاصوليا خضراء وبيضه، فالخضراء ممكن نعملها ساده وممكن نعملها باللحمه او بالفراخ، وممكن نعمل فاصوليا بيضه ونفس اللي هتعمليه في الخضراء هتعمليه في البيضه. البزله 2 عادي اللي هي بالجزر جميله قوي، وممكن تحطي بطاطسايه مكعبات صغنونه جميله هتبقى لذيذه. ممكن تعمليها لوحديها عادي، ممكن تعملي مع البزله لحمه او فراخ او اي حاجه قشطه. البزله جميله بس هتبقى احلى بشويه رز ابيض. القلقاس العسل الفايده الطاقه الجمال كل حاجه جميله في القلقاس. طبعا القلقاس يتعمل عادي ويتعمل باللحمه ويتعمل بالفراخ ويتعمل بصي القلقاس ده ترميه قوي وشويه رز كمان مع شويه فلفل مقلي يا هيبوظوا ايدك. قلقاس. السبانخ هنعملها عادي او باللحمه او بالفراخ او باللحمه المفرومه اي حاجه. السبانخ فايده جامده جدا، وبالنسبه لكل الخضار جميل. ركزي في الخضار هينجز معاكي. الكوسه يا اما بصلصه حمراء عادي وممكن تعمليها باللحمه بالفراخ باي مرقه الدنيا جميله. الكوسه لذيذه حلوه جميله طبعا. يا اما نعملها مقليه وبعد ما تقليها تروح جايه حاطه صوص ابيض والله اختراع. يا اما تعمليها بالبشاميل. كوسه بالبشاميل في حاجه اكيد انت عارفاها دسمه كده وليها رونقها كده كانك هتحط دي كروم للعيال. البطاطس 6 اصناف. اول حاجه هنعمل بطاطس عادي اللي هي الصينيه الحمراء العاديه بتاعتنا. ممكن بقى نعملها باللحمه ممكن نعملها بالفراخ ممكن نعملها بالسجق براحتك عيش. بس الرز برضو الابيض هيبقى حكايه جنبيها. ممكن نعملها محشيه لحمه مفرومه ودي هنعملها يوم المحشي. ممكن نعمل بطاطس بيضه هي نفس صينيه البطاطس الحمراء بس هنحط بقى ايه فلفل الوان. هنرمي فصين توم. يا سلام بقى لو في شويه اجنحه متبقيه كده قوانص بتاع برضو اليوم هيعدي معاك. ممكن نعمل بطاطس بانيه بالتوابل بتاعه كنتاكي هتلاقيها موجوده عند العطار والعيال هيحبوها والله العظيم. جنبها شويه مكرونه والدنيا هتعدي وهيبقى يوم جميل جدا. كفته البطاطس على فكره انا ممكن هقول لك الوصفه في السريع. يعني البطاطسايه عادي من غير ما تسلقيها هتبشريها وهتجيب اللحمه وهتعصجي اللحمه. هاتي الوصفه من على النت جامده جدا برضه. البتنجان يا اما هنعمله عادي نسقعه عادي يا اما نحط جواه لحمه مفرومه. ممكن نعمل بتنجان ونقليه وجنب منه شويه فلفل وشويه بطاطس وطبق جبنه قديمه بالطماطم. يا سلام. هنعمل البتنجان بشاميل. هو نفس الكوسه بالبشاميل بس هتغيري الكوسه هتحطي بتنجان العرايس هتجيبيه هتسلقيه عادي او تقليه وتروح جايه فاتحاه من النص وحاطه فيه ايه لحمه مفرومه. واحكي لي بقى جرايد على البتنجان ده. القرطبيط معلش هو مش عاطفي بس جميل ومفيد جدا للاطفال على فكره. ممكن يبقى مقلي ممكن يبقى بالصلصه. انا ما جربتش بالصلصه وما انصحش حد يجربه بالصلصه، بس انت لو جربتيه بالصلصه قولي لي في الكومنت عشان اعرف. بس هو الكرنبيط حلو ومفيد للعيال. الخرشوف برنس السفره اللحمه المفرومه طبعا. شوربه الخضار ممكن بمرقه ممكن بغير مرقه براحتك. هتحطي فراخ هتحطي لحمه اي حاجه. شوربه الخضار مهمه جدا وتبقى اكله. البورمه ايه اللي هي البورمه ديت؟ ورقه لحمه. هنجيب اللحمه نقطعها ونحط معاها خضار وبتاع ونروح جايه كمراها كلهم في فويل وارمي في الفرن. المحشي
اللي مودينا في داهيه. ورق عنب، كرنب، بتنجان، طماطم، فلفل كوبي. جميل المحشي حلو. اللحمه لما تبقى طبق رئيسي، واولنا ايه؟ الفته واللحمه. كباب حله. حاضر. كفتة لحمة بالصوص الأبيض. كفتة داوود باشا. كفتة بصوص التامكلاس. لحمة مفرومة بالبصل. شوف التفاهة، لحمة مفرومة بالبصل عادي اهي، عصاب وبتاع. بسيطة. بفتيك. وايه لازمة البفتيك؟ الطيور. الوز محمر بقى في الفرن على الفحم. صينية بط والبفتيك، لازم البفتيك عشان محدش يقول حاجة. بس تخيلي بقى لو عملت جنبها شويه مكرونه، هيبقى الطبق كده المكرونه وطبق اللحمه المفرومه، والواد يروح جاي عامل كده. الله يا ماما. ان شاء الله ما حد اتعزم ولا حد طفح. كبده اسكندراني. كبده بالرده. ايوه كبده بالرده، وهي منتشره في القاهره جدا. بصي هي مش صعبه، بس هي فيها 7 اصناف توابل. بس عارفه لو عملتيها صح كانك جبتي 10 كيلو لحمه واكلتيها للعيال. وزي ما اتكلمنا عن الكبده هنتكلم على السجق. قول اللي هتعمليه مع الكبده هتعمليه مع السجق. لحمه مشويه على الفحم. شوية فحم وبتاع كده اهوت. ليه الشوايه دي ب 20 جنيه؟ شاورما لحمه، شاورما فراخ، لحمه بارده اللي هو عرق التريبيانكو. بس يعني لو في يوم كده في الارباح او سرقتوا سرقه هاتوا عرق تيبانكو، يعني يوم في 3 سنين. كباب وطرب. وطبعا يعني دول انا ما حبيتش اتكلم كتير عليهم علشان خاطر يعني زهقنا منهم. فايش يعني احنا مش هنجيبه ده. كفته مقليه، كفته رز، حته لحمه موزه هتاكل 4 تنفار. ايوه كوبيبه، كبسه، الكوارع، عكاوي، اللي هو حته الديل الاخيره اللي هي في العجل دي. واو. بس بقى ايه، عندي تفسيره في الكوارع بنص جنيه. انت لما تعملي الكوارع بتلزق، فبعد ما تطلعي الكوارع انت ممكن تروح جايه عامله ايه بقى، حاطه الطاسه وحط شويه زيت وتروح جايه رمياها مع شويه فلفل مع شويه ملح. ضيعي التلزيقه دي مع التشويحه. قدمي هذه الكوارع اللي تسعدي بهذا اليوم الجميل. عندك بقى لحمه راس، فشه، كرشه. الناس اللي بتقرف من الكرشه ما كلتهاش وهي متنضفه كويس. طبعا كل اللي فات ده معاه ممبار، كلاوي وقلوب، كبده مشويه، سجق مشوي، برجر. اخر حاجه في اللحمه هو العيش باللحم والفطير، اللحم او السجق او الفراخ، ممكن بالجبن مشكل جبن، ممكن بيتزا او باي حاجه او من غير كل ده. ما تضايقيش نفسك. فراخ مشويه او في الفرن، فراخ شيش، فراخ بانيه. الفراخ البانيه ممكن تعمليها رول وتحشي الرول ده بسطرمه وجبنه تركي. فراخ صينيه، فراخ محشيه بالرز او بالفريك، فراخ كنتاكي بيتي، كفته فراخ بالبشاميل. الفراخ عادي هتجيبي الصدور، والوراك وتشتغل بقى في الخلاط هتعمليها ايه؟ متجهزه بتدفع عندها كده بحيث ان هي تبقى ايه؟ وتروح جايه حاطه ايه؟ بشاميل. معلش بقى انا عشان ما اطولش الفيديو مش كل حاجه هقول بقى ملحوظات. تمام. حمام مشوي او محشي، سمان مشوي او محشي. خلصنا كده؟ لا لسه. السمك البولتي سواء مشوي مقلي سنجاري، البوري مقلي مشوي سنجاري، دنيس، شراغيش، شويه رز صياديه كده ويبوسوا ايدي، مرجان بس المرجان مقلي لان الصوص بيتهري، بربون مش احمر هو برتقاني باين، وقار، عروس. السمكه دي بنت لذينه. السمكه دي ممكن تتعمل 100 طبخه. سمك مكرونه، سمك بياض، سمك بازيليا. في سمكه اسمها بازيليا هي رخيصه بس جامده جدا. سمك موسى، البسارية تستهونيش بيه. سبيت على فكره. بس السبيت حابب اقول حاجه، السبيت لو عملتيه كف زي ما هو كده هتحطيه في الطاسه هيسيح وهيبقى يطلع لك قد كده. دي حاجه جميله الناس بتعملها في المطاعم الحلوه. بتجيبي السبيت ويروح جاي مقطعه زي البطاطس. تيجي تحطي مثلا كيلو سبيت يعمل لك هرم سبيت. الفسيخ، رنجة، سردين، تونه، كابوريا، استاكوزا. انا بقولها من باب اللي انا بقولها، بس انا ما شفتهاش في السوق. ربنا بقى يكرمنا ونجيبها او نشوفها او نشمها اي حاجه. جمبري صينيه. واوعي ترمي القش، هتستفيدي بيه بعدين لما تيجي تعملي شوربه الجمبري. سمك فيليه. شفتي البطاطس البانيه؟ سمك فيليه. مش عارف ايه علاقه البطاطس بالسمك، معرفش، بس هي جت كده دلوقتي. السمك كله رائع، وشويه رز كده وشويه رز كده وشويه سلطه كده وشويه سلطه. عارفه انت اللي هو ايه؟ شوربه السي فود. نهايه السمك. شفتي السمك ده كله حاجه والشوربه دي حاجه ثانيه جميله جدا، وينفع تبقى وجبه اساسيه. شكرا يا رب ان انت خليت في حياتنا سمك. اخر حاجه واحلى حاجه فعلا الاكل الحرش، كشري مصري، فول بالطماطم، فول نابت. ايوه جميل. هاتيه النهارده اعمل ايه؟ بصاره، جبنه قديمه وبطيخ، جبنه بيضه ناشفه وعنب بناتي اصفر، شكشوكه، عجه، السخينه. ايوه في حاجه اسمها سخينه، لو مش هتعرفيها هاتي الوصفه من على النت وجامده جدا، وفي منها حلو وفي منها حادق. وهي حاجه غريبه لو ما عجبتهمش او يوم عدى، هو مش كل يوم هتعمل اكل حلو. ايام البرد وايام الشتاء عدس اصفر ومعاه البصل الاخضر بالمواسير.
اللوبيا، وانا خليتها اخر حاجه عشان انا مش بحبها. خلصت حلقتنا خلاص، خلصنا الاكل الحرش، خلصنا السمك، خلصنا الفراخ، وخلصنا اللحمه، وخلصنا الخضار، وخلصنا عليكم طبعا عشان خاطر الفيديو طويل جدا، بس والله غصب عننا هي معلومات كتير وانا حبيت اوصلها بمنتهى الامانه. ولو حابين نعمل حلقه عن الفطار، حلقه عن العشاء، فيا ريت تكتبوا لنا في الكومنتات، وما تنسوش بقى اللايك والشير، ولو مش جاي معاكم تعملوا لايك وشير، احنا مش بنحب نطلب والله، بس يعني قشطه، هي دي الحاجه الوحيده بس دعمكم اللي بتخلينا يعني نفهم ان احنا موجودين، فبراحتكم يعني. وانا كده كده ما بعرفش اقفل الحلقه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.